السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم في أيام رمضان المباركة اجعل لنا فيها نصيبا من الرحمة والمغفرة، واغفر لنا ما مضى من ذنوبنا، واكتب لنا أياما مليئة بالخير والرضا والطمأنينة يا رب. أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من على سفرة رمضان. واليوم رح نحضر معكم بروستد الدجاج المقرمش بالبيت بطريقة سهلة وطعم مثل المطاعم تماما. يلا نبدأ سوا ونشوف طريقة التحضير خطوة بخطوة، ومنبلش الفيديو بالصلاة على النبي. بداية عندي كمية من الدجاج اللي هي عبارة عن فخدة الدجاج والجناحات، غسلتهم ونظفتهم وحطيتهم على جنب. بالإضافة هون عندي كمية من البهارات كتبتلكم إياها على طرف الفيديو. بنحط البهارات وبنحركها كلياتها مع بعض. هاي البهارات هي خلطة البروستد، يعني فيكم تخلطوها وتحطوها عندكم على جنب، اما ما حبيتوا تعملوا بروستد بتلاقوها موجودة. رح نشيل معلقتين صغار منها ونخليها على جنب منشان وقت القلي تضلها للطحين. والكمية الباقية رح نبلش فيها تتبيل الخلطة اللي بدنا ننقع فيها الدجاج اللي موجود عندنا. عندي هون كمية من المي الدافية لازم تكون يعني فاترة تقريبا، لا باردة ولا حامية، مشان سرعة إذابة البهارات فيها وتتفاعل أكثر. رح أضيف عليها معلقتين صغار خل، يعني ما يعادل معلقة كبيرة من الخل. ورح أضيف عليها عندي هون هذا عصير الليمون، كلكم صرتوا تعرفوه. رح أضيف عليها تقريبا معلقة صغيرة. بنحرك كل المكونات مع بعض. بعدين بدنا نضيف عليهم عندي تقريبا نص حبة برتقال ونص حبة ليمون مقطعيتهم تقريبا يعني فرمة خشنة مثل مو شايفين تماما. رح نحاول نعصرهم بإيدنا، نحن بدنا القشر وبدنا العصير، يعني بنطلع العصير من قلبهم وبنفس الوقت بنخليهم بالقشر. بنحط كل المكونات وبنحركهم مثل مو شايفين تماما، هيك بنعصرهم، بنطلع منهم العصارة كلياتها بقلب المي. ما بدي نعصرهم على جنب ونحط العصير ونرجع نحط القشر، لا هيك بدنا اياهم. بعدين مثل ما شايفين ما شاء الله كنت مغسليته ومنظفيته. وانا اكثر شغلة بكرهها انه يضل جلد بالفروج، بس مضطرة لهاي الاكلة لازم يضل جلد. فغسلته والله ونقعته بالخل والليمون ونظفته على 24. مثل ما شايفين الجناح فينا نخليه كامل وفينا نقطعه بهاي الطريقة. اول شي سهولة الاستواء وكمان اطيب. كمان الفخذة مثل ما شايفين تماما حنقطعها لقطعتين، اللي هي عبارة عن الوردة او الكستاية، وهي القطعة الثانية اللي هي الدبوس مثل ما شايفين تماما. بسم الله ما شاء الله. بنقطع كل الكمية اللي موجودة عنا وبننقعها بقلب التتبيلة. بنقلبها كلياتها مع بعض مشان نضمن انه كلياتها انغمرت، وبنخليها اقل اشي 6-7 ساعات، واذا كانت قبل بليلة بيكون احسن. هون عندي زيت حامي على النار، طبعا لازم يكون حرارة الزيت عالية شوي. بنطلع الفروج من المي، بنغطسه بالطحين اول طبقة وبنرجع بنحطه بقلب المي نفسها تبعت التتبيلة اللي موجودة عنا. طبعا بننفضه كتير كويس من الطحين، بنحاول ننزل كل الطحين يلي علقان فيه. بعدين بنحطه بالمي ونرجع بنحطه بالطحين. طبعا هون جربت لكم وحدة اللي هو هذا بيجي الخبز المطحون او الكعك المطحون، فهي طلعت فاشلة، ما بنصحكم تجربوها ابدا بالبروستد. اول اشي شربت كثير زيت، مو مثل البروستد بالطحين، وما طلعت الحرشفة اللي نحنا بدنا اياها. فعملت وحدة وكملت الباقي بالطحين، ما كملتهن فيها ابدا، شلته على جنب وما عاد استخدمته. بنكمل كل الكمية اللي موجودة عندنا على نفس النمط بالطحين، بعدين بالمي، بعدين نرجع بنحطها بالطحين وبنكبسها مثل ما شايفين. بنحاول نكبس عليها الطحين أكثر وأكثر. كل ما كبسنا كل ما تكونت عندنا الحرشفة يلي نحن بدنا إياها ويلي بنشوفها بالمطاعم لما نروح نطلب بروستد من هناك. صدقا إذا جربتوا هاي الطريقة ما عاد تطلبوها جاهزة، رح تصيروا تعملوها لأولادكم بالبيت، على الأقلية ضمنانين الزيت إنكم أنتوا عم تقلوا فيه، وكمان ضمنانين انتو الشغل وتنظيف الفروج يلي انتو بتكونوا اشتغلتوا فيه. هاي القطعة يلي حطيتها بخليط الكعك يلي مو بالطحين ما بنصحكم تسووها فيها بالطحين افضل، وبناخد الحرشفة المطلوبة. وبهيك بتكون خلصت معنا حلقة اليوم من على سفرة رمضان. ان شاء الله تعجبكم طريقة البروستد وتجربوها بالبيت وتشوفوا قديش سهلة وطعمها بشهي. اللهم أدم علينا نعمك الظاهرة والباطنة، واجعل بيوتنا مليئة بالخير والبركة، وارزقنا دائما لمة الأحباب على الخير يا رب. إذا حبيتوا الوصفة ما تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة. شاركوني بالتعليقات رأيكم بالوصفة، وبشوفكم بحلقة جديدة. رمضانكم مبارك. سلام.